التعاون الخليجي من بعثة مراقبين، لأنها أرادت شيء وفوجئت بشيء. أرادت أن يكون تقرير الدابي هو ضد سوريا، وعندما وجدت على أرض الواقع أن الدابي تحدث الحقيقة فوجدوا أنه من الأفضل حفظا لماء الوجه أن تتجه الأمور. لكن سيد شحادة، دول الخليج تقول إنها ترفض أن تشهد شهادة الزور، وهي مثل ما تعلم لديها مراقبون كذلك، وبالتأكيد حصلت من المعلومات من هؤلاء المراقبين. فلا أعتقد أنا أن شهادة الزور التي أرادوها هي أرادوها ضد سوريا. أرادوا أن تتحدث اللجنة ومؤلفة من جزائريين ومغربيين وسودانيين وأردنيين وعراقيين تحدثوا. إذا كان كل هؤلاء تحدثوا زور فمعناته أن كل شيء خطة لمجلس التعاون الخليجي. هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية وقطر تصير ضمن أجندة أمريكية، وفوجئت بتقرير الدابي وبعقلانيته. نعم، لكن سيد شحادة الذي تحدث هو الفريق الدابي، ولم نسمع عن باقي المراقبين إلا من استقال وندد بعمل المراقبين مثل أنور مالك. أولا الدابي هو رئيس البعثة، وأنتم من شكلتم في مجلس التعاون الخليجي مع الجامعة العربية الفريق وليست سوريا. وعندما تحدث الدابي يتحدث باسم الجامعة العربية، ولذلك يبدو أنه لم يعجبه حديث الدابي. أما أنور مالك فالسيد الدابي المسؤول عنه قرر أنه يكذب، ولديه دلائل أنه لم يتحرك من الفندق في حمص وأشياء كثيرة. إذا نحن نأتي إلى المنبع ولا نأتي إلى الأطراف. مالك هو واحد من 150 أو 200 العدد المذكور، ورئيس البعثة هو الدابي الذي أنتم بعثتموه، أقصد مجلس التعاون الخليجي بالتوافق مع الجامعة العربية. وهذا يؤكد أنه عندما لم تصدر التعليمات ولم تصدر على هوى مجلس التعاون الخليجي وخاصة سعود الفيصل أراد سحبها لإجهاض الجامعة. ولذلك نحن نقول سواء بقوا بعثة المراقبين أم انسحبوا، بالنسبة للشعب السوري سيان. الشعب السوري بعد اليوم سيخوض معركة فعلا حقيقية، وهو يطالب الدولة بالحسم مع أي تصرف ضد هذه الجماعات المسلحة على أرض الواقع. لن يعد الوقت يسمح للشعب السوري أن ينتظر وهو يذبح من قبل هذه العصابات المسلحة. الباحث السياسي شريف شحادة كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. الله يوعدك اليوم الدين.